بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. اليوم قررت أني نبدأ المتابعين تاعي نبدأ لهم ببقالة شابة. اللي يفتح الفيديو هذه البقالة راهي ليك يا الشابة يا الشابة. ليك نويت هذا الفال، ما نشبهكش بالورد على خاطر الورد يذبال، ما راكيش اسمها صافية على خاطر وقت الشتا تكحال. انتي تاج بالذهب والألماس، بلاستيك في العين وفوق الرأس. اليوم جبت لكم وصفة هايلة في بلاصة البوراك تعتمدوها لشهر رمضان. أول حاجة ديري حبة تاع بيض، ديري معاها كاس تاع حليب، ديري نصف كاس تاع زيت، ديري ملعقة خميرة وسكر، وديري شوية تاع ملح، وديري الفارينة حسب الحاجة. قولوا لي انتم في التعليقات واش تحبوا يعني ديروا في شهر رمضان، وشنو هما المملحات. اعطوني افكار يعني به نعتمدها انا ثاني في شهر رمضان. من بعد جبنا للحشو، درنا شويه تاع زدر شويه تاع بصل وغليناهم، ودرنا لهم الطوماطيش كنا رحيناها عادي ودرناها. من بعد العجينه ترتاح نص ساعه نقسموها لاثنين، يعني كي نقسموها لاثنين نخدموا داك لاصوص تاع البيشاميل. يعني كاين اللي يحب يشريه وكاين اللي يحب يخدمه، انا دائما نحب نخدمه. نفتحوا العجينه ونديروا ذاك الحشو، نديروا الحشو ونديروا الفرماج لاصوص بيشاميل ونديروا لها الفوق البيض. زيدوا كشماد وقولوا لي في التعليقات، يعني راني حابه نكون معاكم. يعني احكوا لي على الوصفات، احكوا لي نتوما كيف تبداو تحضروا لشهر رمضان. اكتبوا لي في التعليقات. وهنا جيت نوري لكم داك المطلوع اللي طيبته. اللي يحب وصفه المطلوع يكتب لي في التعليقات. انا نعتمد المطلوع بزاف في شهر رمضان، انا ما نعتمدش الخبز يعني صراحه. انا نحب المطلوع، ما من الدار تاعنا يعني يحبوا المطلوع. كنت في هذا البرد درت هذيك الشريبه الله الله، يعني في ذا البرد يوالم غير لاصوص صراحه. يعني بطاطا مقليه ودوك الامور يعني حاجه قليله، لاصوص عدس لوبيا، ودرت معها هذاك الحميص ما عندي ما نحكي لكم، يعني بنا بنا بنا. ودرت شويه تاع سلطه، حنا عائله كبيره يعني دائما عندنا زوج بلاوات تاع السلطه. ومامتو جيت نوري لكم في الكوزينه، قلت على نوري لكم غير الحاجه اللي مليحه، الحاجه اللي ماشي مليحه لا شوفوا الكوزينه كيفاش كدايره. من بعد كملت كامل صوالحي، درت لهم الفطور فطروا وجيت سيري شت كوزينتي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو.